أهلا بيكم في قناة فيلميزو. القصة بتبدأ لما البنت قررت تعوم في بحيرة في مكان مقطوع. فجأة لاحظت راجل غريب على الشط بيراقبها. تليفونها رن، المكالمة دخلت على طول على البريد الصوتي. صوت ست كانت بتعيط وبتطلب من بنتها ترجع البيت. في نفس الوقت ده كيبل شباب مبسوطين سرقوا عربية وسافروا. تاني يوم الصبح البنت صحيت في العربية في نص الغابة. اكتشفت إن صاحبها جيك مش موجود. أمبر هديت لما شافته بيعمل حمام مش بعيد عنها. التليفون رن، مكالمة من البيت. البنت قررت تتجاهلها. أمبر سألته إذا كانوا وصلوا فلوريدا. جيك قال لها لا لسه، وإنه كمان ما يعرفش إزاي يوصل هناك. البنت فتحت درج التابلو على أمل تلاقي خريطة، بس لقت مسدس. جيك عايز يعلمها ازاي تستخدم المسدس. سمعوا صوت طلقه. جيك كان مبسوط باول محاوله لامبر، بس طلب من حبيبته تصوب عينيها مفتوحه المره الجايه. امبر سالته اذا كانت شكلها حلو وهي ماسكه سلاح. جيك قال لها بسخريه انه مش هيلعب معاها. البنت وجهت المسدس ناحيته. جيك طلب منها ما تعملش مقالب زي دي، بس هي امرته انه ينزل على ركبه. جيك ابتسم بتوتر بس قرر يسيرها. امبر طلبت منه يغمض عينيه ويعد لل10. جيك كان موافق على اللعب ده وبدا العد التنازلي. البنت طلبت منه يعد ابطأ. هو سمع الكلام. بعد كام ثانيه جيك فتح عينيه وشاف امبر بتجري بايد عنه وبتضحك. الولد جرى ورا حبيبته. البنت جرت على شط بحيره صغيره، قلعت كل هدومها ونزلت الميه. بعد ما عامت شويه امبر استغربت انه جيك لسه ما لقاهاش. بدل كده شافت راجل غريب على الشط، سلم عليها وسالها ايه رايها في الميه. الراجل الغريب لاحظ انها متوتره وسالها اذا كان بيخوفها بالصدفه. هي حاولت تفضل هاديه وقالت ان كل حاجه تمام. امبر قررت تعوم على طول الشط. الراجل الغامض مشي ببطء في اتجاهها. البنت وهي قلقانه بصت حواليها وسالت اذا كان بيتبعها بالصدفه. الراجل قال انه بس مستمتع بالمنظر. امبر حاولت تهدي التوتر وقالت له بهزار انه ولد شقي. البنت ابتسمت بتوتر وسالته اذا كان شاف ولد هنا بالصدفه. الراجل طلب منها تعوم اقرب عشان مش سامعها. سالها عن اسمها، قالت اسمها وهي بتبص على هدومها والمسدس. الراجل الغريب سالها ليه هي مش في المدرسة دلوقتي؟ البنت قالت إنها ما بتروحش المدرسة. سألها إذا كان ممكن يضايق صاحبها لو بص عليها، وبعدين حذرها إن المكان ده خطر جدا لأن في كام واحد بيغرق هنا كل سنة وغالبا عشان بيعوموا لوحدهم. أمبر ما كانتش عايزة تبين له إنها خايفة وقالت بابتسامة إنها هتكون تمام وعامت بعيد عن الراجل الغريب. وهو باصص بتركيز الراجل قال لها إنه عجبه شعرها. البنت توترها كان بيزيد. أمبر شكرته. الراجل الغريب حس إن البنت تعبانة، سألها إذا كانت عايزة تطلع على الشط. أمبر قررت تستنى صاحبها. الراجل وعدها إنه مش هيبص عليها عشان تقدر تطلع من المية براحتها. بالرغم من إن البنت كانت بترتعش من البرد رفضت. بعد صمت الراجل الغريب المشبوه قال إنه ما يعتقدش إن الولد هيجي. أمبر وهي قلقانة جدا غيرت خطتها. قالت للراجل إنه لو ما خرجش من هنا صاحبها هيديله علقة موت. الراجل البارد ده شك في كلامها وصدم أمبر لما قال إن صاحبها مات خلاص. البنت الخايفة رفضت تصدق وندت على حبيبها بصوت عالي. الراجل البارد ده اقترح عليها تطلع من المية لأن مفيش حد هيسمعها خالص. البنت وهي متلخبطة عامت بعيد عن الشط. أمبر لاحظت إن الراجل اختفى وهي تعبانة وبردانة قررت تطلع على الشط في الآخر. البنت وهي بترتعش لمت هدومها بس ما لقتش المسدس هناك. أمبر لبست بسرعة وطلعت من البحيرة. جرت في الغابة وهي بتنادي على اسم صاحبها وما كانش بيرد. البنت لقت العربية وشغلتها وهي بتعيط وساقت بأقصى سرعة. وهي بتكلم جيك من الكنبة اللي ورا، إيد مدت ببطء ناحية راس أمبر. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.